انت عارف ان اكتر حاجة بتوجعك مش الفشل نفسه ولا حتى الظروف؟ اكيد اكتر حاجة بتوجعك هي خوفك من كلام الناس. والسؤال هنا، ليه بنعيش طول عمرنا بنفكر مين هيقول علينا ايه؟ تعال اقولك على حاجة ممكن تفتح دماغك وتحررك من اكبر سجن بتعيش فيه، سجن الخوف من رأي الناس. دكتور محمد إبراهيم مؤلف الكتاب بيقول إنه من النوع اللي كان حاطط اهتمامات الناس وآرائهم في الآخر خالص، إلا لو حد صديق مقرب أو ناصح أمين، وبيقول إن ده ما كانش سهل، لكن عمره ما تخيل قد إيه الكارثة اللي بتحصل لنا بسبب الناس. ومن ساعة ما اتخصص في الطب النفسي وهو بيسمع شكاوى كتير، ناس تعبانة نفسيا وموجوعة، بس شغله مش إنه يسمع وخلاص، لأ، ده كان لازم يحلل ويوصل لسبب الوجع ده. وأكتر حاجة كانت بتدهشه إن أغلب الآلام النفسية وأكتر أسباب الضعف النفسي كلها كانت خوف من الناس، خوف من تقييمهم، من أحكامهم، من رد فعلهم. حتى بعد أسئلة كتير مع أي حد كان بيحط قدامه سؤال واحد: طيب يعني إيه؟ إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ يعني إيه لو معرفتش توصل للجامعة اللي بتحلم بيها، أو اتفصلت من شغلك، أو عملت حاجة أنت بتحبها؟ كان دايما بيلاقي الإجابة راجعة من مظهره قدام الناس أو حكمهم عليه. فالحقيقة إن أكتر ألمنا مهما كانت صعبة بتزيد وبتتعقد بسبب خوفنا من الناس. أكيد طبعا الطرد من الشغل حاجة صعبة وربنا ما يكتبها على حد لو مظلوم فعلا، بس إيه اللي بيضاعف وجعك؟ إنك طول الوقت فاكر نظرة الناس ليك بعد ما اتطردت، وده طبيعي ومنطقي. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ بالله من شماتة الأعداء، فطبيعي نحس بالألم لو حد بيتربص لنا أو بيشمت فينا. بس المشكلة إننا بنسيب الشعور ده يتمكن مننا ونعيش فيه، ولازم نفكر نحل ده. بس قبل الحل، ليه بنخاف أصلا من الناس؟ كتير مننا اتبرمج من وهو صغير على إن إرضاء الناس أهم من نفسه. أيوة، من صغرك كنت بتسمع ذاكر كويس عشان الناس تقول عليك شاطر، البس حلو عشان يبقى شكلك حلو قدام الناس، فكبرت بتقدم الناس على نفسك وتربط رضاك على نفسك برضاهم عنك. في باحثة اسمها دكتور هاري بي برايكر سمتها مثلث إرضاء الناس، وده عبارة عن أنماط التفكير الغلط، عادات وسلوكيات إرضاء الناس القهرية، مشاعر الخوف المرتبطة بده. التلاتة بيغذوا بعض، يعني التفكير الغلط يولد مشاعر خوف، والمشاعر دي بتخليك تعمل سلوكيات غلط، والسلوكيات دي بتثبت التفكير الغلط. الأنماط دي هي طريقة تفكيرنا اللي بتحدد احنا بنعمل ايه وبنحس بايه. دكتورة هاري قالت ان اكبر حاجة بتخلينا نسعى نرضى الكل اننا بنصدق ان لازم نكسب حب الكل، بنقيس احترامنا لنفسنا بحجم اللي بنعمله للناس، وبننسى احتياجاتنا خالص. تفتكر لو فضلت لطيف زيادة عن اللزوم هتحمي نفسك من رفض الناس؟ اكيد لا طبعا. مهما عملت هتلاقي ناس بتعاملك بخشونة وخوض من غير ما تعمل لهم اي حاجة، هم كارهينك كده لله في لله. والطفل لما بيكون صغير التلطف ممكن يحميه، لكن لما تكبر لازم تتعلم تقول لأ وتساعد الناس أوقات وأوقات no. في ناس بتخاف تقول لأ علشان ما يبقوش أنانيين، فبيضيعوا حقوق نفسهم ويحرقوا نفسهم علشان الناس ترضى عليهم. لكن مهما عملت مش كل الناس هترضى، والغريب إن كل ما تزود العطاء الناس هتتعود وتبقى شايفة اللي بتعمله ده قليل. لازم توازن وتقول لأ لما تكون محتاج تقول لأ، وتقول نعم وقت ما تحب تساعد بجد. مش هتعرف تخدم الناس صح إلا لما تخدم نفسك الأول، وزي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لنفسك عليك حق. في ناس بتحبس نفسها في قواعد صارمة، لو كسروها بيحسوا إنهم مش كويسين. وعلى سبيل المثال، لازم أرضى الكل، ممنوع أقول لأ، لازم أكون سعيد طول الوقت، محدش يشوفني زعلان، لازم أعمل اللي الناس عاوزاه، لازم أساعد الكل حتى لو محتاجوش مساعدة، لازم أسمع مشاكل الناس وأحلها، دايما أكون لطيف ومأذيش مشاعر حد، لازم أهتم بالناس أكتر من نفسي، مستحيل أقول لأ، مستحيل أخيب ظن حد، لازم أكون مبسوط وأخفي زعلي، لازم أرضى الكل وأخليهم مبسوطين، ممنوع أتقل على الناس بمشاكلي. في كمان 7 قواعد بيسموهم الواجبات المهلكة أو الاستحقاقية، وهي إن الناس لازم يقدروني علشان اللي بعمله، لازم يدعموني، ممنوع يرفضوني أو ينتقدوني، لازم يكونوا طيبين معايا، محدش يأذيني لأني لطيف معاهم، مستحيل يهجروني لأني بعملهم كويس، محدش يغضب مني لأني مستعد أتجنب الصراع. طيب منين جت كل القواعد دي؟ هقولك إنها اتزرعت جوانا من وإحنا صغيرين،
وفهمنا الدنيا غلط. مفيش حد قالك انك هتعيش في دنيا كلها ناس حلوة بتحبك وبتقدرك على طول. الدنيا فيها خير وشر، حلو ومر، ولولا الشر ما كناش هنفهم قيمة الخير. ربنا سبحانه وتعالى قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. صدق الله العظيم. يعني طبيعي نواجه ابتلاء وأذى من الناس، بس الفرق إنك تكون مستعد له نفسيا. في العلاج السلوكي المعرفي أول حاجة تعملها إنك تبطل تقول لازم وتبدأ تقول من الأفضل، وده بيخليك مرن ومتقبل لو الدنيا مشيت عكس ما بتحب. ابن رشد قال إن في إرادة داخلية وفي ظروف خارجية. الإرادة الداخلية دي اللي هو أنت بتحط خططك وبتسعى، والظروف الخارجية اللي ربنا بيرتبها بحكمته. مش كل حاجة في إيدك، أكيد ليك دور بس مش مسيطر على كل تفاصيله. جرب تسأل نفسك ليه بفكر كده؟ هل دي قاعدة صح؟ هل ينفع أعيش من غيرها؟ ولما تجاوب هتلاقي حمل كبير يتشال من عليك. لازم تبقى عارف إن اللطف مش غلط، بس مش لوحده. المشكلة إنك تربط سلامك النفسي بيه وتفكر إن الناس مش هتأذيك لو أنت لطيف معاهم. هتلاقي ناس بتغدر بيك حتى لو أنت أطيب واحد، ولو فضلت تبالغ في اللطف هتضيع احترامك وتكتم مشاعرك، والناس هتشوفك مش واضح وشخصيتك ملهاش ملامح، ومحدش هيقدرك قد اللي بتعمله. الإمام الشافعي قال: ما رفعت أحدا فوق قدره إلا حط مني بقدر ما رفعت منه. يعني خد بالك، مش غلط تنزل الناس منازلهم وتنزل نفسك مكانتها أولا. وزي ما بقولك ما تبقاش لطيف طول الوقت، مش كل المواقف ينفع فيها اللطف. لو حد بيهينك ما تكافئوش بلطفك، كده انت بتثبت انه صح. اللطف قوة لما يكون نابع من قوة. ما تخليش خوفك من الناس يحبس عقلك. إرضاء الناس غاية لا تدرك، بس إرضاء نفسك حق عليك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.